عبد الحق قول لي اخويا كيفاش وقع لك هاد المخالفه واش وقع لك؟ غادي ندافع الكروسه مشيت للزنقه ديال موالين الطحين كاين بزاف ديال الكرارس شدني انا وطبق عليا هذا القانون ديال 150 درهم. كيفاش شنو المخالفه قال لك؟ المخالفه قال لك اخويا انت عندك كروسه ومعنقل السير وكذا وهذه دفعني مع الكروسه ضربت رجلي قيد لي هذا الشيء بالعنف بصح قال لي غتخلصوا وانا عندي الحجه عليه بان راه خلصت هاد 150 درهم وقال لي سير محضر مخالفه للاحكام مدونه السير على الطرق الدرجه الثالثه 150 درهم وسير فين بغيتي والمكان شارع الملعب ياك اخويا ورقم تسجيل المقطوره عربه مدفوعه باليد يعني ماشي ما هي شاحنه ما هي سياره ما عندها محرك ما هي عربه مجروره تعتمد على دابه او على حيوان يعني مسرور ومعرقل السير يعني معروفه كروسه كنبيعوا ونشريو بها كلشي تيعرفنا المسؤولين الامن كبرنا معاهم هنا تيعرفونا سنوات ان الناس هنا تعتمد على كروسه بما انها هي الحل والبديل في واحد المدينه اللي تتنعدم فيها فرص الشغل فالانسان والشباب تيختار يدير كروسه باش ينقذ العائله ديالو ويقلب على القوت اليومي ديالو. والسي عبد الحق هو واحد من جمعيه النصر التنميه المستدامه لبائع الخضر والفواكه وبصفتي راه كرئيس جمعيه تنستنكر هذا الشيء اللي وقع له باش يخلص واحد 150 درهم اللي كان تيقول ان ديك 150 درهم هي اللي عنده كان مقربه باغي يشريها طحين لوليداتو تيتفاجئ بانه غيخلص بروسي اول مره في التاريخ. هذه بعدا خصها تسجل بعدا في تاريخ سيدي سليمان اول مره سيدي سليمان غادي تطبق واحد القانون وهذا راه خصو يدوز في الاخبار ديال التلفازه ماشي خصنا ندوزو في جميع القنوات. الجزيره خصها تجي تشوف هذا القانون اللي طبق اول مره في سيدي سليمان على من على بائع متجول عنده كروسه غيخلص بروسي ب 150 درهم عربه مدفوعه باليد. تبقى معنا مشاهدي صوت العداله مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه سليمان. اليوم تلقينا اتصال هاتفي من عند هذا مول الكروسه ديال ليد اللي كيبيعوا يشري في هذا التفاح اليوم بانه قال لك انه خلص واحد المخالفه ديال 150 درهم من طرف احد الشرطه. اليوم باش نعرفوا التفاصيل في الموضوع اليوم غادي يعاود لنا شنو وقع لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عاودنا خويا شنو وقع لك؟ انا غادي بالكروسه وقفوا عليا امور مخازنيه قال لي ضروري تخلص هاد 1500 درهم انت معلقل السير 150 درهم غتخلص انت هاد المخالفه هادي انت معلقل السير انت كذا انت هادي وجميع الكراس كاينين الا انا اللي اختار لي وخلصتها قدام الناس وما كيشوفوا فيا خلصتها صحه وصافي. واش تدافع الكروسه ولا شي واحد؟ كندافعها غادي قال لي وقع هذا الشيء ماشي 12 قلهاش اش من شارع هادشي وقع؟ شارع ديال الملعب مالين الطحين واخا جا وقف عليك قال لك السلام عليكم خلص 150 درهم. قلت له انا ما نعطيكش لاكارت قال لي ما تعطيش لاكارت هاد السلعه غتمشي للخيريه تعطيني لاكارت نقيد لك ديك الكروسه خلص عطاني كروسي مشيت بحال. واخا انت اليوم كتفاجئ بهذه المخالفه اللي تخلص ياك انا ما عمري سمعت ما عمري كنت متوقع انا كاين مخالفه في الكروسه. واخا انا نجيب كسب الرئيس انا مستحيل انا كروسه خلص عليها 150 درهم وانا ما كنصورهاش هاد 150 درهم خلصتها بزز عليا ولا يديو لي الكروسه. مثلا عندك قال لك تخلص ولا يديك الكروسه صافي تخير في هاد الجوج اما تخلص واما تشري الكروسه الفوريه. واش اضطريتي ديك الساعه درتي؟ اضطريت نخلص ملي تمشي لي سلعه الناس تمشي لي سلعه الموالين ولا خلص اكثر خلصت 3000 حس امور. واخا الساعه ماشي ديالك انت؟ ماشي ديالي السلعه ديال الموالين انا كنخدم فيها. واخا اللحظه ملي خلصت 150 درهم عطاك الورقه ديال المخالفه؟ عطاني هي دي اللي عطاني قال لي سير اخويا شكي فين بغيتي. واخا بقى معنا اليوم السيد رئيس الجمعيه. السلام عليكم. اليوم تواصلت معنا على اساس هناك هذه المخالفه اللي خلص هذا عضو من الاعضاء ديالكم ديال الجمعيه. كيفاش بانت لك الوضعيه ديال هذه المخالفه؟ خويا حنا تنستنكروا بشده هذا الشيء هذا اللي وقع. حنا هذا الشيء اللي وقع البائع المتجول راه تيخصنا كاملا. حنا الحمد لله كما وضحت في الفيديو السابق حنا كل جسد الواحد الا اشتكى عضو اشتكى سائر جسد وما ندوزوش بعضياتنا باش نشوفوا شنو اسمها عرقله السير. انا هنا الغريب في الامر اننا تنشوفوا واحد القانون اللي قلت لك ونعاود نكرر اللي اول مره تيطبق في سليمان في المغرب ما عمرنا سمعنا. هذا راه خص تجي جميع القنوات تنقلوا عربه مدفوعه باليد يخلص عليها بروسي ب 150 درهم والنوع والمخالفه عباد الله هي الغريب التوقف الغير قانوني مع عرقله السير. واش هذا السيد كان غادي ناعس؟ ربما كان غادي ناعس واقيلا في الطريق ما فهمناش ولا تيمشي عوج خصو يمشي نيشان. خصكم تجلسوا معنا وتفهمونا كيفاش نبقاو ندفعوا الكروسه ونتمشاو باش طبقوا علينا شي قانون لاول مره خصوصا ان هذا رجل الامن تنحترموه وتيعرف هاد الناس سنوات نتحداه ما تيعرفش الكبير والصغير هنا مال الكروسه. على الاقل هاد السيد لقيتيه غادي او وقفوا شي واحد في الطريق وعيه وبخو عطيه انذار ولكن باش دير له هذا الحكم الجزري ودير له 150 درهم هو اللي تيكسبها. اذا انتم الان كتستنكروا هذا تنستنكروا بشده ولا كان هذا القانون تيطبق حنا باغيين توضيح خرجوا يفهمونا باش ما يطيحش اي واحد في هذا الموقف هذا. دابا بنادم يبقى غادي في الشارع
وخايف على راسه، كل مره تدوز حداه راه يخاف يقول نخلص 150 درهم. علاش؟ انتم بصفتكم كرئيس الجمعيه واش اول مره كيوقع هذا الشيء اللي عندكم دابا الان؟ وحنا اول مره تيوقع علينا هذا الشيء هذا، وهذا الشيء ما غنسكتوش عليه. القانون لا يحمي المغفلين. اش ما وقع في شي جهه من الجهات؟ عمرنا سمعنا حنا. شوف كاينه عربه مجروره وهي اللي تعتمد على دابه او حيوان اللي تيجرها، هذيك تيطبق في عقا في المدن الكبيره. هذه العربه مدفوعه باليد، يعني حتى المراه اللي كانت غاده بوليدها في كروسات هذيك كتسمى مدفوعه باليد. حتى هي المراه ملي تكون غاده تبقى غاده وخايفه لا تخلص 150 درهم. واش هذا الشيء الفكره اللي بغيتوا توصلوا لنا؟ خرجوا لنا بشي توضيح. الا كان هذا القانون غيطبق نعرفوه راه غيطبق. واخا اللحظه ملي تواصل معك الشخص تواصل معايا بحالها هستيريه تيبكي تيقول 3000 اللي عندي انا ما مصورهاش، مطرب نشريها طحين لولادي، جاب شات ليا ها هكا غادي في الطريق عادي. توقف عليا رجل امن طبق عليا هذا القانون لاول مره. ها وحنا ما تنهضروش من فراغ وماشي باغا نتصوروا ولا باغا نبانوا، راه هادشي واضح ها هو امامكم. الوثيقه تدل على كل شيء بلا نبقاو نتخزنوا. حنا هاد السيد كما قلت لك تنحترموه، تيعرف هاد الناس للسنوات تيعرفنا، ولكن باش يطبق علينا واحد القانون اللي اصلا حنا ما عارفينه. وقلبت تعيط في مدونه السيره في حبي وبغيت نقرا هاد اين قانون بنى عليه، بس صافي نسرطوا ونسكتوا ما لقيناش اخويا، راه ما لقيناش وتنتحمل المسؤوليه ديالي حيت ما تنهضرش من فراغ. اذا بغيتوا توضيح في هذا بغينا نعرفوا هذا الشيء هذا باش الباجعين نعرفوا راسهم في غادا، حيت هذا السيد قال لك انا كنت دافع. انت كيما شفتي هو واقف دابا دور هو واقف دابا في الحاله الحراره راه عرقان، ما عدا انسان غادي يدافع عن الروسه مسكين ما غادي يعيا ما غيوقف يتنفس ما والو. وقفتي حكمتي عليه بهذا الشيء، كان بالاحرى توبخو تعطيه انذار تقول له شوف راه ما خصكش تمشي هنا سير هنا. والناس هنايا ياك هذا السيد ما تيوقفش قدام مؤسسات تيحتاج تيطالب بالتشغيل، ياك معتمد على راسو ديال كروسه تيقاتل على ولادو. وشنو بغا يسوق اكثر من هذا الشيء؟ مازال تزيدوا تقتلونا حنايا. هذا كروسه هذا ميزان، دابا زدتوا قانون جديد اخر عاوتاني وعدمونا ديونا عدمونا في شي بلاصه شدونا كاملين عدمونا. السلام عليكم. خويا السلام عليكم. سيدي واش انت بوحدك اللي دار لك مخالفه؟ بوحدي انا بدون الكراس. شحال الكراس كانوا ديك الساعه؟ كاين على الاقل تكون واحد 16 كروسه ولا 17. علاش جا لك بوحدك علاش؟ ما عرفتش انا براسي ما عرفتش علاش. ما باغي نتوضيح هذا القانون لا هذا الشيء اللي دار معايا ما فهمت منه والو. او جا عندي انا وتخلص صح تخلص. شنو واش واش دابا عمرنا سمعناه حنا؟ واش دابا حسيتي براسك محقور؟ ورانا محقور فاش تخلص انا 150 درهم على كروسه مدفوعه باليد؟ راه ماشي حقره، هذه راه كثار من الحقره. كاين شي حاجه اخرى فايته الحقره وما عمرها كانت في التاريخ وما عمرنا سمعناها. جدودنا باعوا في هذه الحرفه هذه ما عمرنا سمعنا مول كروسه خلص بروسي. على من ما عرفتش انا على من بغيت نعرف هذا البروسي على من تقيد اش من بلاكه واش من ما عرفتش اش من راسيروس ما عنديش شنو اللي ورقه اللي ما عنديش واش قيدي على كروسه. راه عيب محرك ما عنده لا محرك. هذا الشيء اللي دار راه عيب. هذه راه مهزاله للمدينه. هذا الشيء اللي كيدير هذا السيد هذا مهزاله للمدينه تغا حتى هو اصلا تغا في المدينه. حقره وهذا الدليل ماشي كاتبين عليه ولا كنقولوا في الشارع. هذا الدليل قال لك اخويا شكي عاد من ما بغيتي. ها السنيه ديالو قال لك اخويا سير شكي فين ما عجبك. انا غنقيدك هذه المخالفه بغيتي ولا كرهتي ولا تمشي تسلع بكروسه. شنو الحل اللي غدير معانا؟ كان مع القيد ما كانش معاه القيد غير بوحدو مع واحد الخازنيه. واحد كان معاه قالوا له ما نقيدلوش ما عرفتش علاه ما نقيدو. قالوا عطيني انا نقيدو غندير السنيه ديالي هنا انا اللي قيدت لك وسير شكي. وهذا الشيء اللي كاين هذه راه ما عندي حتى معنى ما فهمتش انا. كروسه ماشي موتور ماشي وكتعب بيكالا بعدا. راه عيب هذا الشيء اللي دار في هذه المدينه راه مهزاله. والناس كاع اللي شافوا هذا الشيء يضحكوا على هذه المدينه هذه ظلم والله الا. خويا عماد اليوم تنشوفوا هذا كما قلت بانكم تعرضتوا لهذا النوع من الظلم. بالنسبه لكم انتم شنو هي الرساله ديالكم والختاميه وخاصه؟ الرساله ان البائع المتجول مهضومه الحقوق ديالو في هذه المدينه هذه وخا تيطالب بها مازال تينتظر. تنصبروا الاحتجاجات ديال ميزان كروسه مسكين تيجلس انسان 15 يوم 20 يوم باش عاد ياخذ كروسه ويزاد العناء ديال يخلص عليها الفورير. وهذا الشيء كامل صابرين عليه وساكتين راه يتم يكون البديل. ولكن باش تزيدوا تقهروا بنادم تقهروا الشباب راه عيب وعار. دابا انتم واش حسيتوا بحقره بالنسبه لهذا هذه راه حقره خويا ولا بان السيد جا عنده هو مقصد؟ اول حاجه هي هذه الوثيقه بعدا هذه راه جديده هذه شي حاجه عاد سمعناها خصنا نعرفوها خصنا لها توضيح هذا القانون هذا. ما كايناش اول مره ما خليت في سولت المارشيه تسول الدراري في جميع المدن بها الجائلين. اول مره كاينه العربه كما قلت لك قبيله المجروره التي تعتمد على دابه او على حيوان التي تجرى هذيك تتخلص هذا البروسي. ولكن هذا راه عنده عربه مدفوعه باليد صاحبي. واش ها هو داير هنا عربه مدفوعه باليد ما عندها لا محرك لا والو.
وشوف نوع المخالفات التوقف الغير قانوني. واش دابا في نظرك هو عادي، هو السيد فين واقف، الحديد تيدوز، كلشي تيدوز. بغينا نعرفوا كيفاش كان واقف هذا السيد في الشارع، واش كان ناعس وسط الشارع سادو ولا شنو باش تحكم عليه هذا الحكم. وخصنا تحقيق بعدا في هذه المخالفه هذه اول مره سمعناها. خاصنا شي مختص اللي يخرج يوضح لنا باش انت حنايا نتاثروا على يد هذا الرجل الامني. اثرنا سيدي باش نعرفوا نوع المخالفه. مره اخرى دابا كيفاش داير النفسيه ديالك انت ملي خلصتي هاد 150 درهم؟ واش غنقول لك انا؟ المهم انا حسيت بحكره اش غندير، ما عندي ما غندير معاه. هو كرجال الامن ما عندي ما غندير معاه. قالك غتخلصها ولا غتشير هاد السلعه كامله، غتشير السلعه شحال؟ على الاقل 3000 درهم 60000. اما احسن نخلص 150 درهم ونشكي على راسي، ولا يدير هاد السلعه دي السلعه ديال مولاي يبقى واحد معاه. اضطريت باش نخلصها. قال لي دابا دي كروسي. قلت له على الاقل عندك حق دير لي ميزان، قول لي يا ودي حيد من هذه المره، وهذه المره لقيتك ندير معاك شي حل. على الاقل هذا هو اللي خصو يدير، ماشي تخلصوا صحه وقدام الناس. جمع لي الناس وكيقول لي سير تشكي فين ما عجبك، الشكوى به الله. اذا مشاهدي صوت العداله كما سمعتوا الرئيس حسن على الاستجابه ديالك، رغم اننا رمينا فيديو ونشرنا تدوينات تخص هذه الوثيقه هذه جديده. تنشكروك على الاستجابه ديالك. هذا واجب. الحمد لله في دوله الحق والقانون. انا راه ماشي 150 درهم، ماشي كيسيو ان 150 درهم. تنشوفوا الحقره. علاش تبغوا تحقروا مواطن فقير اصاحبي؟ واش واحد تعتمد على راسه وما تيطالبكم حتى حاجه؟ واش تيطالبكم بشي حاجه؟ واش يدق عليكم بيبان خدموني؟ والسيد معتمد على راسه. خصك تشجعو، انت خصك تشجعو كرجل امن. ملي توقف حداه خصو يحس بالامن والسلام، ماشي هو واقف معاك خايف. تطبق عليه قانون اول مره تسمعوا. راكم كنا عارفين هادشي كاين، راه ما غنجيوش نديروا هادشي، ولكن هادشي اول مره. خاصنا شي توضيح لهادشي هذا، وخاصنا السيد ترجع له فلوسه وياخذ حقه. راه حشومه هادشي. وري شنو عندك، شنو قلتي قبيله، وري رجلك وري. شنو المشكله؟ دفع ما تدفع. مدفع. انا راه بشر زعما. ماشي عليه بارده تا هو. شنو هذا راه ظلم. الحمد لله على وجه الارض. شوف حنا تنطلبوها الحق. حنا تنطلبوها الحق. هذا راجل امن تنعرفوه انا شخصيا. تيجي لعندنا هاد الناس كامله تحتارمه. تيهضر في اي واحد وخا تيدور فيه كون اكيد انا نقول لك تحمل المسؤوليه. تيحترموا هاد البائع الجائلين كاملين وتيعرفهم كاملا. وعبد الحق غني عن التعريف، ماشي غنقول لك وليد البارح جاء البارح. السنوات تعرفوا الكبير والصغير. على الاقل كنتي كاع نديروه ومشاو ولا وقفوا شي واحد وقف واحد وقفه غير قانونيه. على الاقل كنتي السيد توعيه توريه راه شويه مره اخرى راه لقيتك غندير معاك. كاين باش تحكم عليه تم. اذا نعرفوا واش هذا الشيء من جهات معينه مدفوعه تتنتقم منا، تدوز 4 شهور 5 شهور تتنتقم من البائع الجائلين كما المره السابقه، ولا هذا الشيء مقصود. بغينا نعرفوا شنو، ولا كان القانون يوضحوا لنا. اذا كنتمناو باش يكون توضيح هذا الامر هذا. الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات. اذا مشاهدي صوت العداله، كان معكم حسن مصالي من مدينه سيدي سليمان.